السلام عليكم في مطبخ منال للطبخ والحلويات. إذا حبيتوا يوصلكم الوصفات ما عليكم إلا الاشتراك بالقناة. السلام عليكم، مرحبا بكم أحبائي، وألف مرحبا بمتتبعي قناة منال للطبخ والحلويات، ومرحبا بكم أيضا بمشاهدين جدد. اليوم إن شاء الله جبتكم وصفة فيديو جديد، وصفة سهلة وسريعة التحضير، سباكيتي بلا صوص تومات بمكونات بسيطة. تابعوا معي الخطوات حتى للآخر. نبدأ على بركة الله. بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحضر نحكم الطنجرة ديالي حنطيب فيها سباكيتي تاعنا. نديرو كما راكم تلاحظوا، نديرو في الطنجرة ونديرو عليه الماء والملح ونخلوه يتغلى يطيب. من جهة أخرى نصنع صوص طومات. عندنا 2 حبات طومات رابي، ثوم رابي، طوماطيش نصف ملعقة مصبرة، ووحدة طون. نحكم 3 ملاعق زيت نحطهم في المقلة اللي راح نقلو فيه. نحطو ثوم رابي نقلوه، ونزيدو طومات 2 حبات رابي ثانيك، نزيدو شوية نصف ملعقة طومات مصبرة هكذا، ونخلطو مليح مليح ونخليهم يتقلاو. بعد نزيدو شوية ملح وشوية فلفل اسود كما راكم تشاهدوا، وخلوه يتقلاو هكذا. فلفل اسود ونحركو ونزيدو نصف كاس ماء دافي هكذا، ونخلطو نخلو فوق النار يتغلى. بعد ما طيب هذيك الصوص طومات، من جهه اخرى راني سباكيتي تاعنا طابت، درتها في كسكاس باه قطرت لنا كما راكم تشوفوا. ونحكموا في هذيك الصوص طومات اللي وجدناها، نديروا فيها هذيك سباكيتي هكذا، ونخلطوها مع صوص طومات، نخلوها دقيقه فوق النار، نزيدوا لها قوطيطون هكذا ونخلطوا. وشهية طيبة حباباتي، نوجدوهم في صحن التقديم. شوفوا جات الله الله عليها، جات تشهي بزاف بزاف. اللي ما ياكلش سباكيتي بهذه الطريقه تجيه بنينه بزاف وياكلها وما يخلي والو. ما تنساوش حباباتي لي جام دعمونا شويه، بارطاجوا القناه، خلونا تعليقات. باي في فيديو اخر في وصفة جديدة إن شاء الله.